السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من كورس ال OOP. النهاردة عندنا درس مهم وممتع شوية أو في سيكة لخبطة، هو عن الوراثة أو الinheritance وعن الmethod overriding، ودي هنعرف إيه الفرق بينها بين الmethod overriding والmethod overloading. ومن باب التذكير إحنا قلنا آخر مرة هنتكلم عن encapsulation وخلصناها، والمرة هنتكلم عن حاجة اسمها الinheritance، وهنتكلم عن حاجة اسمها الcomposition. هي بنفس الفكرة، ولكن هنا الinheritance بيكون ما بين الclasses والكومبوزيشن بيكون ما بين الاوبجكتس. طيب هنقول يعني ايه بقى inheritance، او يعني ايه اصلا الانهيرتنس بشكل عام. الانهيرتنس باللغه العربيه او بالترجمه بتاعتها هي الوراثه. الوراثه يعني ايه؟ يعني ان اي حاجه بتتورث من حاجه، يعني بتاخد صفاتها، بتاخد كل اللي فيها، كل الفانكشنز اللي فيها وكل حاجه. ده فعلا حرفيا اللي بيطبق في الكود برضه. انت عندك مثلا، نفترض انت عندك حيوانات. الحيوانات مثلا نفترض عندك مثلا ايه، دوج ماشي وكات. الاتنين دول ايه؟ حيوانات، صح؟ بلاش. انت عندك يا سيدي مثلا بوي، ماشي، بوي، وعندك هنا جير، ولد وبنت. تمام. البوي يا سيدي عنده ان هو ليه نيم، ليه ايميل، ليه برضو مثلا ايج. تمام. كل الكلام ده موجود في البوي، صح كده؟ طيب مع كذلك برضو في الجير، اكيد ليها اسم وليها برضه يعني ليها كل التفاصيل دي، صح كده؟ طيب ايه هو قال لك بقى في الكود، انت لما حسوا شافوا الموضوع ده، او شافوا عامه تكرار المشكله دي، ده بيخليك انك الاول ايه المشكله اللي عندك، انك بتدبلكيت الكود بتاعك، تكتب نفس الحاجه تقريبا في تو كلاسز ممكن يكونوا هما الاثنين زي بعض اصلا، وكلهم ايه، حاجه واحده، صح كده؟ طيب فقال لك يا سيدي بدل ما تعمل كل حاجه منفصله عن التانيه، لا انت تعمل حاجه مثلا كلاس مشترك ما بينهم، تجمع فيه الحاجات المشتركه ما بين الاثنين، وتخلي ده يرث الفانكشنز دي، وده يرث الفانكشنز دي، وده يرث الاتريبيوتس دي، وده يرث الاتريبيوتس دي. يعني ايه؟ هتعمل مثلا هنا حاجه اسمها بيرسون، تمام، فيها نفس الثلاث حاجات دول. جميل. ونقول له يا سيدي انت هترث، ده، وده هيرث ده، يعني البوي والجير هيرثوا من نفس الايه، الكلاس. تمام. ده معناه ان هما الاثنين عندهم نيم وايميل وايج. تمام كده؟ طيب هي نفس الفكره برضو. انت عندك مثلا الانيمالز مثلا، ماشي. الانيمالز هنا بتاكل وبتعمل اصوات، كل الحيوانات بتاكل وبتعمل اصوات. فليه مثلا اعمل مثلا كلاس اسمه دوج، واعمل كلاس اسمه كات، واحط فيهم نفس الفانكشنز، بس هو ايه، البيهيفير بتاعها مختلف. بس احنا مثلا ممكن ايه اوفر رايد على الفانكشنز دي، يعني ايه كتابتها تاني، او مثلا نزود عليها اتريبيوتس، بس في الحاجات المشتركه بينهم هو هيحطها في مكان ايه، واحد. هو طبعا مهمته الاساسيه برضه او فايده الانهيرتنس بشكل عام هو الريوزابيلتي، اللي هو تعرف ايه، تعمل اكستند للكود بتاعك بحيث انه ما تكررهوش، ولكن في نفس الوقت تقدر تكبره براحتك. تمام كده؟ طيب عايز بقى ايه، نقول العلاقه ما بين الكلاسز دي. تمام. ده بالنسبه لك اسمه البيرنت، الكلاس اللي هو الناس كله، الكلاسز التانيه بتدرس منه، ده اسمه البيرنت، وده اسمه ايه، التشيلدرن، وده اسمه ايه، السب كلاس، وده ايه، السوبر كلاس اللي هو يعني اللي فوق، وده ايه، اللي تحت بيرس منه. وعندك كذا نوع ايه من الوصف. عندك مثلا حاجه، مثلا نفترض ان عندك كلاس A وكلاس B وكلاس C. تمام كده؟ انت عايز السي ترث من الاي وترث من البي. تمام كده؟ فانت اما ممكن تعمل كده، السي ترث من البي والبي ترث من السي، فاوتوماتيك السي شايفه حاجه البي والبي شايف حاجه الاي، فهو برضو ايه، بيعود عليهم هما الثلاثه، هما كده شايفين بعض كلهم. تمام كده؟ طيب في عندك في مثلا في الجافا بالذات، بيمنع مثلا انك في عندك كلاس A وكلاس B، تمام، وعندك كلاس C. تمام. ما ينفعش السي يرث من A ويرث من B بنفس الوقت، في نفس الوقت ده ما ينفعش، الا في حاله واحده، نفترض ان الكلاس ده كلاس، وده حاجه اسمها انترفيس. الانترفيس ده هو يعني كلاس فاضي، بدون اي امبلمنتيشنز، بدون اي تفاصيل، بدون اي حاجه. احنا بس مش موضوع الدرس دلوقتي، ولكن بالذات في الجافا بيمنع خلوص حاجه زي كده، ما ينفعش تتدرس من اتنين كلاس في نفس الوقت. تمام كده؟ طيب هنحل المشكله دي ازاي؟ يا اما تعملها بهذا المنظر اللي احنا عملناه ده، تمام، يا بقى ايه، في الجافا بقى تكون واحده فيهم انترفيس والثانيه كلاس. طيب انت عندك بقى زي ما احنا قلنا ايه الانواع الانهيرتنس بشكل عام. عندك السنجل انهيرتنس، مثلا الكلاس الدوج بيكستند من ايه، من انيمال. تمام كده؟ ده الطبيعي بتاعك، كلاس واحد بيكستند او بيرث من الانيمال، طبعا باختلاف السنتكس دي مثلا في الجافا او C++.
طيب عندك حاجة اسمها multiple inheritance احنا قلنا ال A بيرث من ال B وال B بيرث من ال C وهكذا، تفضل كل واحدة فيهم ايه بيرث من التانية. عندك بقى ال hierarchical inheritance اللي هو الشكل الهرمي، تمام. في عندك multiple sub classes inherit ايه من base class، اللي هو مثلا في حاجة اسمها vehicle كبيرة كده، تمام. وعندك classes كتير كلهم بيرثوا من vehicle، تمام. ده فده يخليهم ده البيرنت كلاس بتاعهم او السوبر كلاس، ده اللي هو الكلاس الكبير. وتحتيه بقى عربية وعجلة ومثلا شاحنة كبيرة وشاحنة صغيرة وكل أنواع بقى العربيات اللي ممكن تتخيلها في حياتك، لأن هو في الآخر وفي الأول وفي الآخر اسمهم إيه فيك. عندك حاجة بقى المالتيبل انهيرتنس، دي تختلف على حسب اللغة. عندك في السي بلس بلس بتسبورت عادي، تمام. في الجافا والبايثون مثلا لا، يقول لك لازم يكون فيها إيه انترفيس، تمام. يعني في حاجة اسمها ميكسنز، دي برضه مرتبطة باللغة بتاعتها، ولكن إيه عاوزها أنت لازم تكون فيها، يعني نشرح لك الكونسيبت إن في حاجة اسمها مالتيبل إيه انهيرتنس. طيب عندك بقى الهايبريد انهيرتنس. الهايبريد انهيرتنس دي بشكل عام هو combination of two ايه ومور two or more types اللي احنا قلناهم فوق. يعني مثلا نفترض انك انت عملت في نفس الوقت multiple inheritance مع مثلا multiple level ايه inheritance، تمام كده. طيب الموضوع ده بقى هيمشي ازاي، او عامة يعني كمثال ليه بشكل عام. مثلا انت ممكن تميكس مثلا ما بين اللي هو المالتي ليفل والهيراركال، او مثلا اللي هو في انترفيسز في الجافا، تمام كده. لو احنا مثلا عايزين نشوف ممكن نشوف هنا مثال. فده مثلا الهايبريد ايه انهيرتنس هيبقى عباره عن ايه، عباره عن مثلا انت هنا عملت ان كذا كلاس بيرث من كلاس واحد، وفي نفس الوقت ده بيرث من الاثنين، ويكون فيهم على الاقل ايه زي ما قلنا واحد فيهم انترفيس، بحيث ان هو ايه على حسب الجافا مثلا بتقبل ده او السي بلس بلس ممكن تقبل ده عادي، تمام كده. طيب ده هنا نقطه تانية، حاجه اسمها البيزد او الدرايفد كلاسز، تمام كده. انت عندك البيز كلاس او اللي هو الكبير اللي انت بترث منه اسمه قلنا ايه سوبر كلاس. طيب الدرايفد بقى كلاس او اللي هو الكلاس اللي هو بينهرت من الموضوع اسمه ايه السب كلاس. وده يا اما بيكستند او بيوفر رايد البيز ممبر بتاع مين البيز كلاس، اللي هو يقدر يستخدم الحاجات اللي جواه، وممكن مثلا ايه يعيد كتابتها او يعيد صياغتها على حسب البيهيفير او الحاجه بتاعتها. مثلا الفيكل كل عربيه بتمشي او بتتساق او فيها مثلا فتيس، تمام. بس العربيه بتتساق مانيوال والعربيه بتتساق اوتوماتيك، فكل واحد على حسب البيهيفير بتاعها او طريقه الشغل بتاعتها انت تغير الفانكشن بتاعتها. يعني بقى اسمها الاوفر رايدنج ميثودز، دي بقى ايه الكونسبت الجديد تبع الانهيرتنس. احنا قلنا لما بتيجي ترث من اي فانكشن او من اي قصدي من اي كلاس، بترث ايه كل حاجات جواه، سواء كانت functions سواء كانت attributes سواء كانت ايا كان اللي جواه انت بترث. طيب الحوار ده بيحصل في ايه؟ هل انت بترث الحاجه زي ما هي؟ طب انت هتفرض انك عايز تغير شكلها او عايز تغير البيهيفير بتاعها، في عندك الحوار ده، بس بيعتمد على كذا ليفل او كذا شرط بشكل عام. عندك حاجه اسمها الاكسس ليفل، انت ليك الاكسس على الحاجه دي الاول ولا لا؟ لازم يكون ليك في الفانكشن دي انت ليك الاكسس عليها، وليك انك تقدر تعدل فيها ولا ما تعدلش فيها. ده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه ايه على حاجه اسمها الاكسس نوتيفاير في درس الايه في درس الانكابسوليشن، اللي هو على حسب الداتا دي بالنسبه لك برايفت ولا بابليك، تقدر تاكسسها ولا ما تقدرش تاكسسها. فمثلا نفترض في البايثون هنا عندك كلاس اسمه انيمال، في فانكشن اسمها سبيك، وعندك كلاس تاني اسمه دوج، والدوج ده ايه في فانكشن اسمها ايه سبيك. انت عملت كده اوفر رايد. ليه بقى الاوفر رايد؟ هنا بيقول لك برنت ايه جينيريك ساوند، اللي هو يعني مثلا اي صوت، تمام كده، عشان دي انيمال. لكن في الدوج هتلاقي هنا بقى ايه برنت اوف، اللي هي صوت يعني الكلب. ففي الكات عمل اوفر رايد على نفس الفانكشن اللي هي اسمها سبيك وخلاها ايه كذا. فده بيخليك تغير من صيغه او الفانكشن اللي اصلا مكتوبه في الاساس في البيرنت كلاس، وتقدر تخليها تعمل بيهيفير مختلف عن البيهيفير اللي هي متعوده عليه. ده بسبب ايه؟ انك انت عملت حاجه اسمها انهيرتنس، في نفس الوقت وفرت كتابه الفانكشن بدل ما تقعد تكتبها كذا مره، وكمان عملت تنوع في كودك بحيث ان هو اي فانكشن انت هترث منها او اي كلاس اسمه انت هترث منه المحتوى بتاعه تقدر تعدل فيه على حسب البيهيفير والكلاس ده محتاج ايه. فده وفر لك كتابه في الكود، ووفر لك كمان تقدر تعدل في الكود براحتك، وتقدر ايه تقراه كمان يكون اسهل بالنسبه لك. تاني حاجه بقى الكومبوزيشن. يعني ايه كومبوزيشن، او يعني ايه كومبوزيشن ده معناها ايه بشكل عام، وايه علاقته اصلا بالانهيرتنس؟ احنا قلنا ان هو مرتبط بالانهيرتنس بنفس الكونسبت ونفس الكيفيه ونفس الشغل وكل حاجه، بس المختلف هنا حاجه واحده بس. احنا قلنا الانهيرتنس بيربط ما بين الكلاسز، يعني كل الكلاس ده كله بينهرت من الكلاس ده كله. لكن في الكومبوزيشن هو بينهرت ازاي بقى؟ عن طريق الاوبجكتس. الاوبجكت ده بيبقى جوه الاوبجكت ده. يعني ايه كومبوزيشن؟ يعني حاجه جزء من حاجه. يعني لو انا مثلا عاملها كلاس اسمه انيمال، تمام كده، احنا قلنا ان انيمال ده في فانكشن اسمها ايت وفي فانكشن اسمها ميك ساوند، ونفترض ان احنا زودنا هنا مثلا ايه عنده اتريبيوت اسمه ايه color، فالكلر ده عباره عن اتريبيوت جوه انيمال، صح كده؟ طيب نفترض بقى احنا عايزين الكلر ده او الانيمال ده قصدي
ان انت مثلا هتضيف فيه حاجه تانية خالص، هتضيف مثلا جواه اتريبيوت تاني، بس الاتريبيوت ده مش من نوع بقى انت ولا سترينج ولا اي حاجه من الانواع دي، لا ده بقى نوع مثلا ايه بيرسون، هيبقى كأنه كلاس تاني جوه الكلاس ده. ده معناه كأنك ايه حطيت الجزء من او اوبجكت من كلاس تاني جوه كلاس تاني. فبشكل عام الكومبوزيشن او الكومبوزيشن عامه بشكل عام هي يعني حاجه جزء من حاجه، او هي تركيب بتركب اوبجكت جوه اوبجكت تاني. فبدل ما كنا بنقول في الانهيرتنس الكلاس ده بيرث من الكلاس ده كله، لا انت تقول بقى ايه ان الكلاس ده بيحتوي على اوبجكت من الكلاس التاني ده، بحيث انك مثلا هتقول ان الكار هترث مثلا من الانجن. انت مثلا عندك حاجه اسمها كار، ممكن نعملها مثلا عندك حاجه اسمها كار، ماشي. الكار دي بدل ما هي تورث من كلاس تاني اسمه انجن، تمام، وتعمل يعني بدل ما هو ده يرث منه، ماشي، لا انت تعمل ايه بقى، ان الكار ده هيبقى جواه اوبجكت، هتعمل زي ايا كان السنتكس اللي هتكتب بيه، هتقول له مثلا انك انت عندك هنا نيو انجن، ماشي، نيو انجن، تمام. فانت عملت جوه الكار ده حاجه اسمها نيو انجن، بحيث ان الكار ده ما عملش انهيرتنس منه. احنا عملنا العكس، المفروض دي هتبقى ايه عكس كده، الكار بدل ما تنهرت من الانجن، لان كل عربيه بيبقى فيها موتور، تمام كده، لا انت مش تعمل كده بقى، يبقى كل عربيه فيها اوبجكت من الكلاس بتاع الموتور، بحيث مثلا ان لو الكلاس بتاع الموتور ده فيه مثلا اون واوف، تمام، وفي فانكشنز بتشغل الموتور بتوقفه، هتبقى برضه هيقدر يشوفها الكار دي، تقدر تشوفها ازاي، بدل ما تعمل انهيرتنس من الانجن، لا انا مش عايزها تعمل انهيرتنس من الانجن، لا انا هخليها ايه تاخد اوبجكت منه، والاوبجكت ده نقدر ناكسس نخليه مثلا نقول له ايه دوت مثلا، او دوت ايه رن مثلا، اللي هو يعني شغل الموتور، صح كده. طيب فعارف ايه اكسس ده ازاي؟ عن طريق ان هو عمل حاجه اسمها كومبوزيشن، يعني خد اوبجكت من الكلاس التاني وحطه في الكلاس الاولاني، وكأنه عمل انهيرتنس بس بشكل مختلف. في عالم البرمجه او في الشغل عامه يقول لك الكومبوزيشن يفضل شويه على الانهيرتنس. ده مش معناه ان الانهيرتنس وحش، ولكن على حسب اللوجيك والشغل اللي انت شغاله دلوقتي، فعلى حسب ده هتحدد ان هتختار كومبوزيشن ولا هتختار انهيرتنس. بس يفضل بيبقى الانهيرتنس احسن، عشان من باب الداتا هايدنج، وان يكون الكود بتاعك منظم وشغال بشكل احسن وافيشنت. فلو قلنا مثلا ليه نستخدم اصلا الكومبوزيشن، عشان هو تقدر تغير فيه او تبدل السلوك بتاعك، يعني بدل ما تعمل شجره من الانهيرتنس تقعد بقى حاجه تنهرت من حاجه تنهرت من حاجه، بدل ما تعمل المشكله دي، لا يا سيدي انت هتعمل ايه، تاخد بس منه اوبجكت تحطه هنا وخلاص، بيقلل المشاكل في الديب انهيرتنس زي ما احنا قلنا. علشان مثلا لو احنا عملنا شجره طويل قوي كل ده بينهرت، ده بينهرت من ده بينهرت من ده، هيعمل مشكله معاك في حته انك ايه، تلاقي الدنيا كلها كركبت كده ولخبطت في بعضها، فده مش احسن حاجه. لا انت تاخد زي ما قلنا اوبجكت بس وتحطه هنا، وده هيساعدك في انك تقدر تزود في الركود بتاعك براحتك، ومن غير مشاكل، ومن غير مثلا تبقى عايز مثلا تحط واحد في النص، مثلا انت كنت عامل 3 بينهرتوا من بعض، فلا يا سيدي انت زي ما احنا قلنا كده، التلاتة دول بينهرتوا من بعض، تختار انت عايز السي دي هي اللي فوق والبي هي اللي تحت، تمام، فدي تبقى مشكلة. فعشان توقف على نفسك المشكلة دي، لا انت تعمل بقى ايه حوار ايه الكومبوزيشن، هتعمل بس يا دوبك اوبجكت جواه، مش عايزه يبقى شيله خلاص. فزي ما احنا قلنا لو ان احنا هنفرق بين الاثنين، الريليشن بين الاثنين دول، مثلا ايه از ايه اللي هو مثلا الانهيرتنس، بي مثلا هنفترض الكلاس بي هو اللي بينهرت من كلاس A، تمام كده. طيب فكلاس بي از A لان هو الاي، ليه؟ لان هو الكلاس كله بينهرت الكلاس كله. لكن لو احنا البي هتقول هاز A، يعني جواها حته من الاي اللي هي اوبجكت من الاي، تمام كده. طبعا الفلكسبيليتي ده اقل شويه في الفلكسبيليتي، ده احسن شويه في الفلكسبيليتي. لو احنا التعديل ده برضه اصعب، لو احنا عملنا لو في يعني تري كبيره من الانهيرتنس، لا الانهيرتنس بيكون اصعب في التعديل، الكومبوزيشن بيكون اسهل شويه. الاستخدام بقى على حسب ايه نوع العلاقه، او يعني مثلا شكل العلاقه بين الكلاسز يعني والترابط ما بينها بيبقى عامل ازاي، تبقى يختلف على حسب ايه الشغل بتاعك. فبشكل عام لو احنا قلنا inheritance، مثلا لو انت عندك حاجه اسمها bird بيرث من animal، فانت عندك ده طبيعي ان كل الطائر هو نوع من الحيوانات، صح كده، كل الطيور نوع من الحيوانات. لكن هو زي ما احنا قلنا في مثال العربيه، ان كل عربيه فيها انجن، لكن الانجن ده بيحتوي، يعني انت العربيه بتحتوي على انجن، لكن مش الانجن هو العربيه كلها، تمام كده. فده بيخلي العلاقه، او ده برضه مثال حي على ارض الواقع، ازاي تطبق الحاجه اللي انت بتشوفها وتترجمها لكود في شكل جمل مفيدة. انت عندك العربية فيها تحتوي على ايه كار، فبدل ما تخلي الكار كلها تنهرت من الانجن، لا انت بس عايز ايه اوبجكت من الانجن تحطه جوه الكار. فده مثال على الكلاس، مثلا تحط كلاس انجن، عملت كلاس الفانكشن اهو، وعملت الكار ده
يا دوبك بس انت خدت منه اوبجكت عندك، عملت اوبجكت من الانجن وحطيته عندك كده، عملنا ايه الكومبوزيشن. الكار هاز ايه انجن، تمام كده. بس لما تيجي تستارت الكار هيستارت، هو قادر يشوف كلمه ستارت دي ليه؟ يعني هو عنده اصلا اوبجكت من الانجن، الانجن جواه الفانكشن اسمها ايه الستارت. فكده انت طبقت الكومبوزيشن وفي نفس الوقت ما عملتش انهيرتنس وعملت ايه لعبكه في الكود بتاعك وخليت الكود ايه بتاعك يتلخبط. وطبعا ده مثال بسيط عشان تبقى فاهم الفكره، وهتلاقي مثال هنا بقى في بكذا لغه يعني. وبكده نكون غطينا الموضوع الانهيرتنس بشكل عام والكومبوزيشن كله والاوفر رايدنج، تمام. والدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن abstraction، وعامة يعني ايه abstraction يعني ايه انترفيس ويعني ايه المصطلحات الجديدة دي. وهنكمل مع بعض بعديها حاجة اسمها البوليمورفيزم، وده زي ما احنا قلنا في الرسمة بتاعة الاو بي او البوليمورفيزم والابستراكشن. وهنشرح كل واحدة فيهم الكومبلكس بتاعتها وكل تفاصيلها في الفيديوهات اللي جاية. ولو شايف ان المحتوى ده سهل لك الاو بي، شارك بقى الفيديو مع اصحابك، واستناكم الفيديو اللي جاي. سلام.